انه طلع قرار بترحيل السوريين بلبنان. والله عافاكم يا جماعة الخير. ما هو السوري هو اللي أثر باقتصاد البلد، هو السوري اللي ساعد رياض سلامة والبوطة اللي عنده تيحجزوا مصريات العالم بالبنوك وودائعها، هو السوري اللي ساهم بقطع الكهرباء على الشعب اللبناني، هو السوري اللي ساهم ايه بانهيار العملة اللبنانية وطلع الدولار لل 40,000، هو السوري اللي ساهم بغلاء المعيشة، هو السوري اللي فاهم بترك أشغالنا وضرب المؤسسات كلها بالبلد، مش مخصصاتكم المتعهدين وشرككم الوهمية اللي نهبتوا وحرقتوا دين البلد فيها. طلع السوري السوري أبدا ما عمر بلبنان بعرق جبينه وتعبه وصحته. يا عيب الشومي عليكم، انتوا هيك بتكافئوا الناس، هيك بتكافئوا العالم. ولك شكرا ما فيه، انا محل السوري ما بقعد ثاني بالبلد. خلينا نقلع شوكنا بدينا لنشوف نحن مين هو اللي ضرب اقتصادنا الحقيقي. السوري والله شر البلية ما يضحك. اقسم بالله انتم مضحكين، يعني كل مرة بتفوتونا بدوامة وبتقلبوا المواضيع، اخر شيء طلع الدراسة السوري. انا بعتذر منك يا سوري صدقا، والله بعتذر منك قسما بالله. نحن ما بنستاهل، كانه نحن ما عندنا مغتربين برا وعم بزتوا مصاري، ولو ما هالمغتربين عم بزتوا لهم كم دولار على البلد لكنا هلا زماننا عم ناكل ببعضنا البعض. بدكم تسمحوا لي وان شاء الله ما توخزوني. انا بهالفيديو حاطلع شوي على محتوية، ويمكن احكي بطريقة مني حاكي فيها من قبل، لانه من بعد يلي شفته في شي جواتي ماني قادر اسكت، في شي هيك جواتي عم يغلي. اول شغلة انه انا لبنانية، وانا من اللبنانية اللي بيعشقوا لبنان والشعب اللبناني، وهالشي ما حيتغير. بس هيدي اللي عم تحكي هيك واللي بيفكروا مثله يلي انا بشارة انه هن الاقلية، ان شاء الله ما اكون غلطانة والا نحن بورطة بمصيبة، لا بيشرفونا ولا بيمثلونا. انتوا اللي ما بدكن يانا لا نرجع نصير شعب طبيعي ولا نرجع نصير بلد واقف على اجريه. ما بتعرفوا تتعايشوا مع حدا نهائيا. يعني نحن معلي اللبنانية 3/4 صرنا برات لبنان، بأمريكا، بكندا، بأستراليا. ما علينا نطلع نشتغل برا ونأسس حالنا برا ونتعلم برا، بس لما نضيق على غيرنا ويجوا يلجأوا لإلنا ويعيشوا بلبنان، لا لازم يرجعوا ونزعوا الدنيا وخربوا الدنيا وقاموا لقيامة. مزبوط. هلا انتو ركزولي على لهجتها ار 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 ار، مبين انه انت فيك شي من برات لبنان، يا دارسة بشك انك تكوني دارسة اصلا، يا شاغلة من اللهجة مبين، يا انت ميعة زيادة عن اللزوم، يعني بطريقة بطلت تسوى. هلا نحن بيلبق لنا وغيرنا ما بيلبق لهم، قامت القيامة عندهم ولجأوا يجوا يعيشوا بلبنان. أول شي هذا شرف لإلنا، شرف وفخر. لما تقولي سوري، لما تقولي فلسطيني، لما تقولي حيا لإنسان عربي، هيدا فخر. معليه شبابنا كلهم اضطروا يهاجروا ويتركوا لبنان. خليه يجي سوري يعيش وخليه يجي الفلسطيني يعيش بأرضنا. خلي أرضنا فيها رجال، نسوان وأطفال رجال، وقلنا الشرف. لو ما هن بلبنان نحن هلأ كنا بالوال. 3/4 اللي هلا الحاملين البلد وعم يشتغلوا بالبلد وعم يهتموا بالبلد هن سورية وفلسطينية. بدنا نكون قبلانين بهيدا الشي وبدنا نتشكرهم بلا ما نقلن نرجعوا عبلادكن. يا عيب الشوم، لما انت تروح على امريكا وحدا يتطلع فيك بطريقة غلط تنشر حريمه. معليه انت بيلبقلك، بس هن ما بيلبقلن صح؟ إيه لا والله، انت فيك تفل تقبريني. نحن انت ما بدنا اياك، بس نحن كتير مبسوطين بالصورة وبالفلسطين. نحن صرنا اهل واخوة واصحاب وجيران، بناكل سوا ومنقوم سوا وبنسهر سوا وبنطبخ سوا، كل شي سوا. انت ما بمنك فيتينا، اعملي معروف. دربة ست مترد وهن نحن منحطهم بقلبنا وبنكبر فيهم وفخورين فيهم. ولما تقوم الايام عنا بلبنان صدقيني اول عالم هن حيكونوا واقفين بظهرنا وبيحمولنا ارضنا، وانت اول وحده حتسكري شنطتك وتفلي وبيكون اريح.